الوصفه غير سجلوها عندكم. اسهل طريقه ديروا بها القطايف، حضروهم في وقت قياسي ويقطعوا لكم كميه كبيره. بالفنجان رايحين نحضروا بن قطايف يجوا مقرمشي من برا طريين من داخل ومعسلين وبزاف بنان. سجلوا الوصفه عندكم وديروها في السهرات على المولد. اول حاجه رايحين نديروا كاس ونص تاع المكسرات اللي يكونوا محمصين. انا استعملت الجوز واللوز، ضفت عليهم ربع كاس تاع السكر، مغرف صغير تاع الزبده ولميتهم بالمزهر. لازم تحصلوا على هذا القوام، لازم يكونوا مزربعين ماشي متماسكين. من جهه اخرى جبت 500 غرام تاع القطايف، اختاروا انهم يكونوا نوعيات جيده، حليتهم غير بيديه، تقدروا ما ديروهم في الاشوار. ولازم تبخروهم باش يطراو معاكم اقل من دقيقه، غير يشموا شويه تاع هذيك الهواء وديروهم في اناء اخر. ونجيبوا لهم هنا 250 غرام تاع خليط ما بين السمن والمارغرين. ودروك باستعمال اليد، لازم عليكم تدخلوا هذاك اللي دام مليح في القطايف وحاولوا كيفاش هكذا تفتتوهم في يديكم. كيما شفتوا القطايف راهم واجدين، الحشو راه واجد، ما بقى ليا غير نجيب فنجان. تقدروا تستعملوا ميم ريسيبيون اللي يكون صغير، نديروا هكذا القطايف تاعنا، نشكلوا حفره في الوسط ونعمروا مغرف صغير تاع الحشو، ونعاودوا نديروا القطايف من فوق نطوطوا مليح وراح نقلبوهم بهذه الطريقه وراح تنحى معكم فاسيل. ونحطهم كامل في الصينيه اللي كنتوا دهنتوها بالسمن، وحاولوا كيفاش تحطهم حبه حدا حبه. حتى يزيدوا ديروا غير شويه تاع السمن من فوق ودخلوهم يطيبوا على 200 درجه، يتحمروا من تحت ومن بعد تشعلوا عليهم من فوق. وكي يخرجوا هما سخونين ديروا لهم العسل اللي يكون بارد. في كل حبه ديروا واحد 3 مغارف اللي يكونوا كبار، ديروا لهم شويه تاع البيستاش. والقطايف تاعنا راهم واجدين ويجوا بنان. غير جربوا الوصفه وبارطاجوها.